مهما رحت أماكن كتير، في مكان دايما بيفضل الأقرب للقلب. المدينة اللي عدت عليها حضارات كتير قوي، أقواهم اليونانية والرومانية، عروس البحر المتوسط اللي بتجمع كتير من الآثار اللي كانت مختفية في أعماق البحر. ده غير كمان وجود مكتبة من أكبر مكتبات العالم. ودلوقتي نقدر نقول أهلا بيكم في أماكن عايزين نروح ليها، اسكندرية. وكالعادة يلا بينا نبدأ الرحلة. وأول حاجة هنبدأ نتحرك للقطر، وطبعا لأن الطريق طويل شوية فنحتاج سناكس ترتب علينا المسافات. كيس كبير كده لميلي فيه بقى شويه شوكولاتات، على شويه شيبسيهات، على حاجه ساقعه، على شويه عصاير، وعلى ايس كريم لو عندك. وهنا كنا خلاص وصلنا محطة مصر، وهنبدأ ندخل عشان ندور على القطر. وبعد ما سألنا على المكان بتاع رصيف القطر بدأنا نتحرك ليه، وده شكل محطة مصر من جوه. والحمد لله خلاص كنا وصلنا للقطر، واحنا حجزنا قطر التلج اللي هو القطر الجديد، علشان برضو نخلي الاكسبيرينس ان احنا بنجرب حاجات جديدة. واللي بالمناسبة تذكرته ما كانتش غالية خالص، احنا حجزنا درجة تانية كان تقريبا ب 150 جنيه. وهتعرفوا تقييمي للرحلة بالقطر ده بعد شوية. وصلنا لأماكننا، قعدنا، وطبعا كلنا عارفين ان الأهم من الرحلة سندوتشات الرحلة. وبدأ القطر يتحرك. ولاني ركبت كذا قطر قبل كده، قطر اسكندريه العادي وكمان قطر الصعيد، فتقدروا تقولوا اني عندي شويه اكسبيرينس مع القطوره. ويمكن اكتر ميزه فعلا هنحسوها في القطر ده ان هو وصل بسرعه وفي ميعاده، وان هو كان انضف واحلى بكتير من القطر العادي. فتقييمي ليه اديله 8 من 10. وده لان العيب الوحيد فيه ان الكراسي ما كانتش مريحه. وصلنا المحطه وبدانا نشوف وجهتنا الاولى، وهي متحف الفنون الجميله. والصراحه ما كانش بعيد فتمشيناها لحد المكان. وصلنا ودخلنا، وده كده كان شكل المكان من جوه واللوحات فيه. والصراحة كحد بيحب الرسم أنا انبسطت جدا بوجودي في المكان. فعلا كان فيه لوحات شكلها تحفة، هينفع قوي لو كنتوا حد بيحب يتفرج على اللوحات المرسومة القديمة، وكمان تتصوروا صور حلوة جدا في المكان. واللطيف في الموضوع انكم مش هتحتاجوا تدفعوا اي تيكت وانتوا داخلين، انتوا بس هتدخلوا وتتفرجوا على المكان وتمتعوا عينيكم كده بصريا وخلاص. فاوفرول المكان كان حلو، تقييمي ليه اديله 6 من 10. ودلوقتي يلا بينا نروح للمكان اللي بعده، واللي كمان ما كانش بعيد فممكن تتمشوها. واحنا في طريقنا للمكان التاني قابلنا تمثال الاسكندر الاكبر. وهنا كنا خلاص وصلنا للمتحف التاني. والمتحف من جوه كان فيه آثار كتير جدا، وأغلبها كان اللي بيستخدمها المصريين زمان اللي عايشين في الإسكندرية. زي مثلا هنا تلسكوب قديم وكرة أرضية وحاجات ليها علاقة بالنجوم واستكشاف الكواكب وبوصلة وحاجات كتير تانية. وكده كده انتوا عارفيني خلاص مش هيكون في مراية موجودة في المكان ومش هتصور فيها. ونكمل استكشاف المكان. وهنا اكتشفنا ان الآثار اللي موجودة قدامنا دي كانوا اكتشفوها في البحر، ودي صورها وهي موجودة في البحر أصلا قبل ما يطلعوها. واللي عرفته ان أغلب آثار اسكندرية أصلا لسه موجودة تحت البحر بالفعل. والكثير من الحاجات اللي كان بيستخدمها المصريين في حياتهم العادية زمان، زي العملات المعدنية والأطباق. وهتتفاجئوا من اللي جاية دي، بس دي مغرفة. ايه ده؟ بالظبط، مغرفة. واكتشفنا ان لسه في دور تاني تحت اللي احنا كنا فيه، فنزلنا اكيد عشان نستكشف اكتر تحت. وعرفنا كمان ان المتحف موجود فيه مقبرة، فكرنا ننزلها. تقدروا تقولوا اننا كنا في فيلم رعب حرفيا. مكان ضيق وضلمة، واغلب الالوان اللي موجودة لونها احمر مرعب. نستكفي بهذا القدر ويلا نمشي بسرعة. وهنا كنا خلاص بنمشي علشان نبدأ نروح المكان اللي بعد كده. قبل ما انسى، تقييمي لمتحف اسكندرية 7 من 10. والمكان اللي كان بعد كده هو المتحف اليوناني الروماني، واللي برضو ما كانش بعيد، بس للأسف كان في تحديثات بتحصل فيه والمكان مقفول. وهنا قررنا ناخد بريك شوية، نطلع على الكورنيش ونستمتع فعلا بجمال مدينة اسكندرية.
وبعد ما انبسطنا بالبحر وجماله بدأنا نتحرك للقلعة. بيبان ايه؟ لا مش دي، قلعة قايتباي. وقبل ما ندخل القلعة على طول لقينا متحف الأحياء المائية. تقدروا تقولوا كده إننا دخلنا عالم سبونج بوب بس في الحياة الحقيقية، هتفهموا ده بعد شوية. زي مثلا هنا في وسط كل القواقع والحاجات دي بصوا لقيت مين؟ سريع، وكمان مدام نفيخة. واسيبكم شوية تستكشفوا معايا باقي المكان. وتقييمي لمتحف الأحياء المائية اللي في الإسكندرية 6/10، وده لأني كنت فاكر الأحياء المائية حية. حصل خير. دلوقتي بقى نروح لقلعة قايتباي. وبصوا لقينا مين أول ما وصلنا؟ القطاقيط أصحاب قلعة قايتباي، وبالذات القط البرتقاني ده كان بجد كيوت. وواضح إني بتصاحب على القطط أكتر من البني آدمين، ولا مبين أكتر؟ نرجع تاني بقى لموضوعنا الأصلي، قلعة قايتباي، واللي تم بنائها أصلا مكان منارة الإسكندرية القديمة اللي اتهدت قبل كده في زلزال قديم. وده كده شكل القلعة من جوه، اللي هي هندسيا اتبنت على شكل مربع، واهتموا قوي الملوك ساعتها لما كانوا بيبنوها ان هي تكون حصن يمنع الأعداء من ان هم يجوا من ناحية البحر. واللي كمان كانت مفاجأة بالنسبة لي ان هي موجود جواها مسجد. وده كده شكل البحر لو انت هتبص عليه من جوه القلعة. وخليني اكلمكم عن التهوية في المكان من جوه، بجد كانوا عبقرة لان الهوا هناك كان تحفة. ولان البحر بيحيط بالقلعة من كل الاتجاهات تقريبا ما عدا اتجاه واحد، فطلعنا نشوف بقى الشكل من بره عامل ازاي. وهنا كنت بقول باي باي للمكان. وتقييمي لقلعة قايتباي 9/10، والواحد عشان الجو كان حر بس مش اكتر. ودلوقتي يلا بينا نتحرك للمكان اللي بعد كده، مكتبة الاسكندرية. وصلنا المكان، وحرفيا مش هكون ببالغ لو قلت ان ده اكبر حاجة انا شفتها في حياتي. مساحة مهولة مبنية زي ما انتوا شايفين كده بشكل متدرج، واللي صدقوني على الحقيقة شكلها اكبر بكتير. لو هصحح لكم معلومة خاطئة زي اللي كانت عندي، فمكتبة الاسكندرية مش فيها كتب بس، فيها لوحات خط عربي وتماثيل قديمة منحوتة وآلات قديمة كانت بتستخدم في مجالات كتير جدا زمان. وخليني أقول لكم إن مكتبة الإسكندرية تصنف من أكبر 5 مكتبات على مستوى العالم، فيها تقريبا آلاف بل ملايين من الكتب في كل المجالات حرفيا. ده غير كل الأماكن اللي ممكن تقعد تخلص شغلك فيها أو تقرأ كتب أو تعمل أي حاجة. وكمان اللوحات والفخار والأثريات اللي موجودة والتماثيل لمختلف العصور، وكمان الفنون. تقريبا من كتر ما المكان واسع ومليان في كل مكان حاجات تقدر تشوفها وتتفرج عليها، احنا تقريبا تهنا، بس الحمد لله خرجنا. وكان نفسي جدا ادخل القبة السماوية، بس للأسف التيكت كلها كانت خلصت. وكده كده تقييم مكتبة الإسكندرية 10/10. وخلينا نعترف ان الانسان احيانا طاقته بتخلص، فكان لازم نقعد نرتاح شوية قبل ما نتحرك للمكان اللي بعد كده.
ودلوقتي يلا بينا نتحرك لجليم باي. والفيو من المكان كان بجد حلو جدا، لانك بتبقى قاعد حرفيا شايف البحر كله قدامك، فبيحصل كده نوع من انواع الاسترخاء، لانه واضح جدا ان الانسان النهارده اتهان. ونيجي بقى لألطف فقره في اليوم وهي الغداء، وبعدها قعدنا شويه برضو نستمتع بالمكان كده ووقت الغروب. ولان اسكندريه فعلا مكان جميل جدا وكبير جدا جدا، فاكيد مش هنقدر نخلص كل الاماكن اللي عايزين نروحها في اسكندريه في يوم واحد، بس كان لازم نعدي على كوبري ستانلي واحنا ماشيين. وفي الاخر لو هتكلم عن مدينة اسكندرية، فهي من اكتر الاماكن اللي انا فعلا بحب اروحها وازورها، حتى لو رحت اماكن تانية كتير. ولو هقيمها كمدينة فهي تقريبا فوق مستوى التقييم. ودلوقتي كان لازم نرجع للبيت. واكيد بعد اليوم المليان بالفرهده دوت، اول ما ركبت القطر اللي حصل اني نمت. المهم ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو ده، وهل نكمل في الاماكن اللي عايزين نروح ليها ولا لا. وبس كده، سلام. تن تارارارا، رارارارا، تن تارارارا، رارارارا، تن